I am become death, the destroyer of worlds. الآن أصبحت أنا الموت. الآن أصبحت مدمر العوالم. دي الجملة الشهيرة اللي قالها جي روبرت أوبنهايمر بعد ما شاف مفعول القنبلة الذرية اللي اخترعها بإيديه قدام عينيه. مين هو جي روبرت أوبنهايمر؟ وإيه علاقته بالقنابل الذرية؟ وليه ندم شديد بعد ما اخترع القنبلة الذرية؟ وإيه الكلام اللي قاله الرئيس أمريكا بعد قصف اليابان بالقنبلة بتاعته خلاه يتعصب عليه وطرده وأهانه بابن العاهرة؟ كل ده هنعرفه اكتر، بس الاول لو انت اول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان تتابع معانا اول باول، وطبعا ما تنساش اللايك وكومنت برأيك اللي فارق معانا جدا جدا جدا. اتولد جوليوس روبرت اوبنهايمر في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية سنة 1904. ابوه وامه كانوا 2 يهود هاربين من المانيا بسبب اضطهاد هتلر والالمان لليهود. امه كانت رسامة وابوه كان تاجر هدوم غني، وكان عنده اخ صغير اسمه فرانك اللي دخل مع اوبنهايمر نفس المدرسة وتخصصوا سوا في مجال الفيزياء. بس اوبنهايمر ما اكتفاش بالفيزياء بس، وده اللي ميزه عن غيره، لانه درس كمان الكيمياء والرياضيات واللغة اليونانية والادب الفرنسي وغيرهم كتير من المواد. كان كشكول بالصلاة على النبي، واتعرف عنه انه كان متفوق جدا بشكل غريب، لدرجة انه بجانب دراسته كان بيعمل ابحاث عن علم المعادن عشان كان بيحبها. ده غير انه قدر يخلص صفين دراسيين في سنة واحدة. ولما دخل الجامعة حاول يقتل استاذه بتفاحة محقونة مواد كيماوية مسممة، وكل ده عشان اوبنهايمر كان شايف ان استاذه بيشغله بحاجات تافهة وبيعطله عن الحاجات اللي هو عايز يدرسها. ومن بعد اللقطة دي الناس اللي حوالين اوبنهايمر بدأوا يركزوا مع تصرفاته اللي قالوا عنها انها غريبة شوية، زي مثلا انه كان مدخن بشراسة، بيلحم سيجاره في سيجاره، وعلى طول سرحان ومش دارب اللي حواليه، وكان رفيع هزيل جدا ما بياكلش، يقعد بال3 ايام عادي ما ياكلش. كل التصرفات دي خلت اللي حواليه يشوفوه غير طبيعي، واوبنهايمر بنفسه اكد الكلام ده بعد ما قال جملته المشهوره: انا احتاج الى الفيزياء اكتر من حاجاتي للاصدقاء. واتعرف عن اوبنهايمر انه كان منعزل وملوش في السياسه ولا حتى بيقرا جرايد ولا بيتابع اخبار، لدرجه ان حادثه انهيار وول ستريت اللي هزت العالم كله معرفهاش اوبنهايمر الا بعد 6 شهور وبالصدفه كمان. راجل مش شاغله اي حاجه في الدنيا غير دراسه الفيزياء واخواتها. وحتى بعد وفاه والده ما كانش اوبنهايمر مهتم بنصيبه من تركه ابوه اللي كانت تتخطى ال1,000,000، وأمر بتوزيعها كلها على جامعة كاليفورنيا علشان تستخدم في منح للدراسات العليا. ومع بداية الحرب العالمية الثانية واللي كانت نقطة تحول في حياة اوبنهايمر، اللي اختاروه لرئاسة مختبر مشروع مانهاتن لصنع القنبلة الذرية، مع العلم ان العلماء اللي كانوا تحت ايديه في المشروع اعلى من اوبنهايمر في الدرجة العلمية، وفي منهم كمان حاصل على جائزة نوبل. بس برغم ده مدير المشروع صمم على اوبنهايمر، وده لان عملية تصنيع القنبلة الذرية تحتاج الى تخصصات غير الفيزياء زي الكيمياء وعلم المعادن والذخائر والهندسة، واوبنهايمر كان الشخص الوحيد الملم بالتخصصات دي كلها. واوبنهايمر كمان كان صديق شخصي لألبرت اينشتاين، وفي يوم اوبنهايمر راح لاينشتاين وعرض عليه معادلات حسابية وطلب منه حلهم. ساعتها اينشتاين رفض بدون ذكر اسباب، وقال له اوبنهايمر مش انا الشخص اللي في بالك، واعتذر له انه مش هيساعده. وفعلا قدر اوبنهايمر يثبت نفسه في المشروع ويحقق نجاح كبير، من اول ما كان بيرقص 300 عالم لحد ما وصلوا ل 6000 عالم، لحد ما جت اللحظة اللي كانوا كلهم مستنيينها. في سنة 1945 انتهوا من تصنيع أول قنبلة ذرية، واتفقوا على يوم 16 يوليو في صحراء الماجوردو بولاية نيو مكسيكو عشان يجربوها في الخلا. وقعدوا يستقنيصوا، كل واحد قاعد في الخيمة بتاعته، وفعلا انفجرت ودمرت الدنيا. واول ما شافها اوبنهايمر عرف ان اختراعه نجح، وفي اللحظة دي وصف شعوره هو وزمايله وقال ان في ناس ضحكت وفي ناس بكت، لكن الاكترية سكتوا كأنهم مذهولين ومش مصدقين اللي عينيهم شايفاه. وهنا اوبنهايمر قال جملته المشهورة اللي مقتبسها من كتاب اندونيسي ديني: الآن أصبحت أنا الموت، الآن أصبحت مدمر العوالم. طبعا أمريكا ما كدبتش خبر وحدفت على طول قنبلتين، ناكازاكي وهيروشيما، اللي مات فيهم ناس كتير وعملوا أكتر من 500,000 جثة. وده ضايق اوبنهايمر جدا، لدرجة إنه قابل الرئيس الأمريكي وقال له: إحنا ما اتفقناش على كده، أنا اديتك الضربة القاضية وأنت ما ضربتهاش في الحتة الفاضية، بالعكس ضربتها في حتة مليانة بالسكان ولوثت إيدي معاك بدم الأبرياء. الكلام عصب الرئيس الامريكي جدا، لدرجة انه طرد اوبنهايمر وشتمه بامه. ومن اللحظة دي عاش اوبنهايمر بتأنيب الضمير وكثف جهوده لحفظ السلام، وحاول بكل طاقته يمنع صنع القنبلة الهيدروجينية اللي كانت تعتبر الخطوة الجاية بعد الذرية. وده سبب له مشاكل واعتبروه خاين وجردوه من كل تراخيصه ومناصبه في الطاقة الذرية، وفضل على الحال ده مهمش ومعدوم الثقة لمدة 10 سنين، لحد ما في يوم قرر الرئيس الامريكي، واحد غير اللي شتمه بامه، انه يكافئ اوبنهايمر في
بمجهوداته في الحرب العالمية التانية بجائزة إنريكو فيربي، وده يعتبر رد اعتبار أو اعتذار رسمي لأوبنهايمر من حكومة الولايات المتحدة. وفي وسط ما أوبنهايمر بيتكرم وبيستلم الجايزة افتكر كلام صاحبه أينشتاين لما قال له هيجي اليوم ده اللي يكافئوك فيه ويسلموك الجايزة، بس كل ده وانت في الشنطة، والتكريم ده انت ما خدتوش لوحدك، احنا كلنا اخدناه معاك. ويسيبه ويمشي. ينادي عليه اوبنهايمر ويقول له فاكر اليوم اللي جات لك فيه بمعادلات حسابيه حلها هيخليها سلسله تدمير للعالم؟ اينشتاين هيقول له فاكر، مالها؟ اوبنهايمر هيقول وهو متاثر تفتكر احنا فعلا حققناها؟ ويفضل يتخيل قنابل ذريه كتير بتطلق في السماء والعالم كله بيتدمر بسبب اللي هم عملوه ده. وبكده تكون خلصت افلونة ابو القنابل الذريه اوبنهايمر. قولوا لنا رايكم في الكومنتات، وكمان قولوا لنا المواضيع اللي عاوزيننا نتكلم فيها، وما تنسوش اللايك والشير، واشوف وشكم على خير. احلى افيون عليكم.